وصلنا أخيرا إلى المنزل. يا له من يوم جميل. هيا نلعب في الحديقة. نعم، مع الكلب. قصة حديقة المنزل، هيا لنصغي إليها. ذهبت عائلة كريم إلى الجبل لقضاء عطلة الربيع. عندما وصلوا سارع الجميع لتفقد حديقة المنزل. قال الأب: لقد بدأ النبات الأخضر يظهر، يا أهلا بالربيع. قال كريم وهو ينظر مبتسما إلى الزرع الأخضر: لابد أن الزرع بحاجة إلى الماء، أحضري المرشة يا ديما. أحضرت ديما مرشتين، واحدة صفراء لها وأخرى لونها أخضر لأخيها كريم. أحضرت المرشتين لسقي النبات. شكرا لك. الصفراء معي والخضراء لك. حسنا، سأسقي الطماطم. فقال كريم: هيا بنا نسقي جميع النباتات التي زرعناها معا. ماذا قال كريم يا صغاري؟ وما هو لون مرشة كريم؟ وما هو لون مرشة ديما؟ من هم شخصيات القصة؟ هل تستطيعون أن تعدوها لي؟